البورك الوصفة اللي لازم تكون حاضرة في المائدة الرمضانية. هو بكل حشوته بنين، ولكن كي تجربوه بهاد لافاس راح تولوا مدمنين عليه. ديروا حفظ الوصفة وروحوا نخدموها مع بعض. في مقلاة نحط البصل اللي كنت قطعته إلى مكعبات صغيرة، ودرت نصف صدر دجاج. نضيفوا الزيت واحد 3 ملاعق هكداك ونديروهم يتقلاو. لازم يدبل هداك البصل شوية. نحيت هداك المغسول تاع الدجاج، درتوه في صحن آخر باش نقطعوه إلى مكعبات صغيرة. نضيف أيضا حبة تاع كورجيت كنت ربيتها. نزيد نضيف 2 سنينات تاع توم كبار شوية. نزيدو أيضا نصف ملعقة هكداك تاع الملح. نخلط كل شي مع بعض، ونجيب هذاك المغسول تاع الدجاج اللي كنت قطعته إلى قطع صغيرة بهذه الطريقة. نضيفوه إلى الخليط، نخلط كل شي مع بعض. نعاود نرجع المقلة تاعي للنار، نغطيهم ونخليهم يطيبوا حقلهم. هنايا بعد ما طاب الدجاج تاعي مليح، نجي نضيف لهم شوية معدنوس بهذه الطريقة، ونزيد ندير لهم 2 حبيبات تاع بيض، ونخلط مليح بهذه الطريقة. هاد الوصفة ما تحتاجش توابل. انا راح ندير كمون مع الاخير. الكمون راح يعطيلو طعم رائع. هنايا بعد ما برد الخليط تاعي ندير نحمر الحبات تاع الديول. هنايا نجيب نص حبة تاع الديول، نطويها على 2 بهذه الطريقة، وندير شوية فرماج، وندير ملعقة كبيرة تاع لافاس، ونغلق بهذه الطريقة. انا راح نديرهم على شكل مثلثات. راح نكمل كامل البوراكاس تاعي نحمرهم ونقليهم في الزيت. بعد ما طيب البوراك تاعي راح نحطو فوق الباط بيسويتو باش يشرب كامل الزيت، ونقدموه طبعا مع الشوربة. ان شاء الله الوصفة تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم. وصفة تستاهل التجربة، ما نظنش راح تلقاو اسهل منها. ونطلب